السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي. هنكمل مع بعض وصفات العيد. هنعمل النهاردة كفتة الحاتي بطريقة سهلة جدا، بس الطعم أوعدكم طعم حكاية. قبل ما نبتدي الفيديو هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا نص كيلو لحمة بلدي، ولو فيها حاجات بيضة يعني ملبسة بيفضل يعني. وهضيف عليها 150 جرام ليا ضاني، ضروري الليا هنا عشان تديك الطعم بالظبط بتاع بره. بس وبصلاية صغيرة، وهنحط معلقتين كبار بهارات كفتة. ويا ريت البهارات تجيبها من السوبر ماركت اللي هي الأكياس الجاهزة. بهارات كفتة مشوية. بس وهضيف معلقة صغيرة فلفل أسود، ونص معلقة بهارات لحمة، ومعلقة صغيرة بابريكا. بس هي المكونات دي بس هتطلع معاكم أحسن نتيجة بإذن الله. امشوا بالمقادير بالظبط وهتعملوا أحلى كفتة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. بس هوعدك هتاكلي أحلى كفتة مشوية زي بره بالظبط. بس هنضربها في الكبة كويس جدا، هنسمغها يعني. وبعد برضك ما هضربها في الكبة هسمغها بإيديا كويس جدا لحد ما تطلع معايا خيوط. ليه بنسمغها كويس؟ علشان لما تيجي تعمليها على الشواية او تعمليها في صينية ما تفكش معاكي وتفضل متماسكة. طبعا بعد ما هضربها كويس في الكبة او برضك على ايديكي تدعكاها كويس، هدخلها الفريزر لمدة 10 دقايق. وبعد كده طبعا هصبحها. يلا يا ست الكل اعملي احلى كفتة وبإذن الله هتعجبك. طبعا الكفت دي انواع كتيره جدا. في كفته البرغل والكفته اللي هي الغمراوي، وطرق كفته طبعا كتير طبعا. بس طبعا التوب بتاعها احلى كفته طبعا اللي هي الكفته المشويه. كلنا بنحبها. بس اعملها بنفس الطريقه واوعدك هتاكلي كفته مشويه زي بتاعت بره بالظبط. طبعا بعد ما هنضربها كويس في الكبه وهدخلها الفريزر لمده 10 دقايق، هصبحها في صينيه او على شبكه زي ما تحبي، او على الشوايه يعني. طبعا هسخن الفرن كويس جدا، وهتدخل معايا لمده تلت ساعه. او سويها على فرن، او سويها يعني على البوتاجاز من فوق اللي يعجبك. بعد كده هجهز فحمه عشان هطش بها او ادخن بها الكفته عشان تديني طعم الكفته المشويه. الطريقه سهله، بس اوعدك الطعم جنين، طعم حلو قوي قوي. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدك يا رب، اللهم امين. وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يا رب يرزقه بيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس هنصبع الكفته. انا هنا كمان ما كنتش مدخلاها، المفروض كنت دخلتها ترتاح شويه، بس انا هنا كنت مستعجله يعني. فلا انتي دخليها ريحها شويه في الفريزر بيكون طبعا احسن طبعا، عشان بتبقى سخنت من الضرب بتاع الكبه وضرب ايديكي. بس الطريقه سهله جدا، ولا تضيفي اي ماده دهنيه في الصينيه، هي فيها المواد الدهنيه بتاعتها الكافيه. ولا تضيفي اي حاجه تاني، التوابل وكل حاجه دي مظبوطه بالشعرايه. طبعا ندخلها تستوي وهنطلع معاكم احلى كفته. طبعا تعرفي الكفته حلوه ازاي؟ بتبقى بتاخد وتدي معاكي، وبتطلع عصاره كده من جوه. ده دليل انها ناجحه جدا. اللي وصل لحد هنا انتوا احسن ناس، واشوفكم في حفظ الله. مع